مساء الخير. حلقة جديدة من تقارير مصرية لما يحدث في الإعلام والحكومة المصرية. تقرير لبدء مشروع رئيس قادم لمصر حر مستقل مدني. تعال نشوف الأستاذ عمرو أديب من 40 دقيقة بالظبط ينزل إيه في برنامج الحكاية. حرية التعبير في مصر يجب أن تبدأ من المدرسة. خش نشوف الراجل بيقول إيه. قصة قصيرة مع الناس قاعدين بنشرب قهوة في مكان، نادينا قالت لي ايدك ناعمة قوي بتستخدمي ايه؟ قلت لها كركريه. قالت لي الشاي اتفضلوا معايا في إعلام زي كده، قلت لها ده خلى بشرتي حرير زي كده، واديتها فينس كومفورت سهلة وسريعة وهتخلي بشرتها بس تركبها تبقى تمشي. صحيح بلد مشمش مشمش هيروح في داهية الأيام اللي جاية دي يا جماعة. جزء يتعمل وجزء لا. في ان انت تعمل حزب بس ما تنزلش الشارع، في ان انت تعمل أعمل حزب وما انزلش الشارع؟ إيه؟ إزاي؟ يقولون يا سيدي ان هناك متربصين، نعم. متربصين. ان هناك مؤامرات على الدولة المصرية، نعم، ولكن انت الان رجال الأعمال والمستثمرين، هو في غيرهم؟ اللي يدافع عنك شعبك، اللي يدافع عنك الديمقراطية، اللي يدافع عنك شعبك والديمقراطية. هي كده الناس اللي هي بتحب بلدها. تعال نسمع الرئيس قال ايه في برنامج عمرو أديب. بيقول الرئيس قال عاوز حياة سياسية ومحليات وحوار في الإعلام وآن الأوان أن نضع. تعال نخش نشوف الحلقة دي. لا لازم نخش الحلقة دي. 35 دقيقة 34 دقيقة 52 ثانية قبل ساعة، نازلة بقى لها ساعة بالظبط. ابني يهتم ازاي بالسياسة، اما اجي ابني اقول له تعالى انا عامل حزب. طبعا الرئيس السيسي هو اللي موجه الكلام ده. طبعا انا كنت متفرج على 6 دقايق بس طبعا قلت هبجيهم تاني. مش متفرج غير على 6 دقايق لعمرو أديب في الجزئية دي. المفروض ان الجزء ده نص ساعة. انا هلم لك الكلام وهرد بصفتي مواطن عايش جوه البلد دي، وهقول لك فين الحريات وفين الديمقراطيات. تمام؟ تعال نتفرج. انزعجت جدا انه امبارح هوريك الحرية على اصولها. لم اجد هوريك الكشف عن الفاسدين اللي بيعمل كده بيتمسك بيتكذب. اللي بيتكلم عن غلاء الاسعار بطريقه كوميديه وبيطلع السما اللي هو الترند يعني، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح ان ده بيقوموا جايين واخدينه. في بناء الدوله ادي الحريه. الرئيس امبارح اتكلم جهات رقابيه في الاسواق وفي المحافظات وللاسف الشديد بياخدوا فلوس. اشاور لك عليهم باسمائهم في بعض الاماكن. الثلاث موضوعات دول هم المستقبل. طب اصورهم؟ الناس كلها هتقول لي تسجيلك غير قانوني. مشغوله بالماضي، انما مع ان في منهم قدام كاميرات الحكومه واخد رشوه قدام عيني، وحقيقه وجودك وانت عملت اعمى وفي اماكن عقل ولا عامه وعليها رجل غير طبيعيه كمان، يعني مش كده وبس، ولابس البدله الميري. دي حاجه بدون تحديد بدون اماكن. فتش على كل الناس. مش مشكلتي ان المواطن ده ما بياخدش مرتب كافي. ما انا قاعد ليه دلوقتي بتكلم؟ عشان المرتبات غير كافيه واداره التشغيل غير كافيه، مش قادره توصل للارقام اللي اعيش بيها. دي حاجه. هما دلوقتي تعال بس ايه نقف لحظه واحده. دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي طالع بيقول اللي احنا عايزين حياة سياسية ومحليات وحياة حزبية ومش عارف ايه. طيب الحزب في بلدنا اولا كده، معلش يعني انا راجل لسه ببدأ الحياة السياسية واعتبرني بتعلم يا سيدي. بيجيب فلوس منين لتأسيس حزب وشراء شقق على مستوى 28 محافظة؟ ما هو بيعمل في كل محافظة مكان. مين اللي بيصرف؟ طب التمويل ده مصدره ايه؟ دي رقم واحد. طب رقم 2، ما معنى وجود احزاب ووجود اعضاء مجلس الشعب ووجود
كتلة أغلبية، ولا يوجد محاسبة، ولا يوجد أي تنمية في البلد حقيقية وصلت للمواطن. اهو بحرية، انا بقول لك في حرية كلام، اتكلم. طب وبعد ما اتكلم ايه اللي هيحصل؟ اهو 7 سنين حاطط بنود، حاطط اساسيات لتقدم البلد. هو مش قابل ليه؟ ما شافهاش؟ لا، انت اتكلمت على هذا الموضوع ولمحت اللي انت شفته ازاي؟ شفته عن طريق الدكتورة اللي جت قالت لك انا اكتشفت خط نهر النيل. هو ده كان بداية الموضوع، ده كان بداية رسم خريطة في الصحراء. طبعا حتى لو هي ما شافتش، فانت كان لازم تشوف من كتر التعليقات اللي انا علقتها لك للمشروع وكذا. ما هم 7 سنين مفيش قناة ما علقتش عليها. حتى يا جدع ده انا رحت للقناة الأولى علقت عليها، بس مش هو ده الاكونت دلوقتي انا سايبه، مش راضي افتحه. عشان ايه؟ عشان التليفون شاشته مكسوره. وفي اكونت محظور من اليوتيوب بسبب فيديو للقدس. الفيديو اللي هو اتحظرت عشانه اسمه حكاية العالم. الفيديو اللي انا مش قادر احصل عليه تاني. ده بقى فيه كل التفاصيل بقى بتاعت الوطن العربي والخناقات اللي دايره مع المسلمين والمسيحيين، واللي بيقدر على التاني بياكلوا 55 دولة. وكوبري الملك سلمان قصته، وكوبري الملك بتاع المغرب هو واسبانيا وقصته، حواديت بقى عندك ما تعدش. الفيديو حوالي كان مش عارف 20 دقيقة، كان جزء أول، المفروض اللي هو جزئين. الفيديو ده أنا مش قادر أوصل له تاني. القناة موجودة والإيميل موجود بس محظورة، ما أقدرش حتى أفتحها. ما علينا، خلينا بس نشوف في الحريات. طب وبعد الحياة الحزبية؟ أنا مش عارف بصراحة، بس كل اللي أنا عارفه إن الناس دي بتقول لنا اتكلموا، وبعد كده اما حد يتكلم ما فيش حاجه بتحصل. يعني انا شفت ناس كتير طلعت قالت اللي احنا عندنا فساد وبتاع وهنعمل. شفت حد اتحاسب؟ طب شفت حد اتحاسب؟ شفت حد بيعمل حاجه بجد الايام دي وبيصرف المصاريف المعقوله؟ المصاريف اللي هي ايه لما تيجي تقولها تعرضها على حد تبقى منطقيه. اهو المواطنين دول بيبنوا بيوت وحاجات. نرجع تاني. طبعا انا عندي الرطوبة هنا في الأوضة عالية، شغل المراوح مفيش فايدة. طبعا التكييف دلوقتي بروح يسأل على أسعاره. تكييف وتلاجة وبوتاجاز وتلات تكييفات عشان الشقة تتكيف، وفلوس كهربتهم، والدنيا كده وموضوع كبير، والناس نايمة ويقول لك مش عارف ايه، والبلد بتتقدم. ان شاء الله هنتقدم. طبعا انا هنزل الفيديو دوت زي ما هو كده، وهتفرج على الحلقة، وارجع اعيد معاكم تاني بفيديو تاني بعد ساعة او 2.